ضياء الدين زياري حضر الجنازة وعاد لنا بالتالي. الجميع ينتظر موعد خروج جثمان شيخ الأغنية الشعبية الراحل عمر الزاهي من بيته. هنا التقينا بأصدقائه وأقرانه ممن عاشوا معه أبرز محطات حياته. لما تدخل عاشهم الحمد لله، يضحك يقصر كذا منا، ما على بالوش بالمرض ديالو باش يديوه للخارج، ما شغل ما بشي راح كذا منا. هذا المضرب كان ينطق جنينة مارونغو هنايا، تلاقيت معاه عندها مده، قال لي واش راك دير هنا؟ قلت له جيت نشوف الحومه تاعنا اللي فيها اخويا عمر. قال لي ما بقاتش حومه، وجبت له انا شيوخه تاع المسجد اللي كانوا يقرونا انا وياه، فلان 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 فلان، ناض حكمني منا وقال لي علاش جيت تخلط فيا. لحظات بعد هذا بدأت وفود المشيعين بالتوجه نحو مدخل بيته. الجميع هنا يتزاحم ليحمل وينقل النعش على كتفيه إلى المسجد، وآخرون يترقبون. ها قد حانت اللحظة. يحيى 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 أحبابه وجيرانه يودعونه بتأثر كبير ويدوون الحي بالتكبير. كل هذه الحشود في طريقها إلى مسجد البراني. لم يسع المكان بالداخل للمصلين، فامتلأت بهم الطريق المحادية للمسجد. ها هو جثمان شيخ الأغنية الشعبية عمر الزاهي في طريقه إلى مثواه الأخير، تحت وابل من التكبير وحشود لم يسعها المكان. الجمع هنا يتدافعون للحصول على شرف حمل النعش ووضعه في القبر. رحل شيخ الأغنية الشعبية عمر الزاهي، لكنه لا يزال في قلوب الجزائريين.